اهلا بيكم في حلقه جديده من ذا ميكر بودكاست. ضيفي النهارده من اهم واحد في التيم اللي موجود معانا، وواحد من اهم سبب نجاح ذا ميكر. هو performance كوتش ونيوتريشنست، وهسيبه يعرف نفسه. كابتن اياد، ازي حضرتك يا مدير يسرا؟ ايه الاخبار؟ الاول عايزك تعرف نفسك كابتن اياد، دورك ايه هنا في ذا ميكر؟ انا هنا في ذا ميكر النيوتريشنست والبرفورمانس كوتش. انا موجود هنا في ذا ميكر علشان اوصل الولاد لاعلى برفورمانس عن طريق ان احنا بنقدم لهم تغذيه تكون متكامله، وفي نفس الوقت ان احنا نقدر ان احنا نعمل لهم اديوكيشن كويس في النيوتريشن، علشان نقدر ان احنا نخلي المايند سيت بتاعتهم مظبوطه في الحته بتاعه النيوتريشن، علشان لما ان شاء الله حد فيهم احترف او اي حاجه يكون هو قادر يكون بينظم اكله بنفسه، ويكون فاهم حتى لو هو ماشي على اي نظام او اي حد نصحه باي نظام يكون هو فاهم الشخص ده بيوجهه صح او لا. دي حاجه. الحاجه التانية علشان طبعا المينتاليتي بتاعتهم بتختلف جدا لما النيوتريشن يكون مظبوط والاكل يكون مظبوط. الاصابات بنتفاداها، حاجات كتير جدا بنتفاداها من خلال النيوتريشن. طيب، بما ان احنا هنا عندنا اعمار مختلفه، تمام، بتقدر تحدد ازاي النظام الغذائي لكل عمر؟ خلينا ناخد الاول الصغيرين. تمام. هو دلوقتي الطفل او الولد الصغير، خاصة ان هو رياضي، بيكون محتاج طبعا ان هو يتغذى تغذية معينة. دي هو بينمو في الوقت ده وبيكبر في الوقت ده، فلازم ان هو يكون من هنا من خلال ذا ميكر ومن خلال طبعا البيت عنده ان هم يهتموا بتغذيته جدا. سن النمو بيحتاج ان هو ياكل كل حاجه، وفي نفس الوقت احنا ما بنبقاش عايزين ان احنا نحرمه جدا، لان هو بيبقى طفل طبعا وليه برضو ان هو ابيتايت بتاعته مفتوحه على الاكل. فلازم ان احنا بناكله كل المصادر او كل النيوترينز اللي تخليه يقدر ان هو يبقى بيلعب ومبسوط، وفي نفس الوقت موده كويس، وفي نفس الوقت اداؤه في الملعب كويس، وفي نفس الوقت ينمو بشكل سليم وكويس. سن النمو ده اللي هو من كام لكام؟ نقدر نقول ان هو من بدايه مثلا من ما بيتولد الى ان يوصل لسن البلوغ. كل ده السن لازم نهتم جدا بالتغذيه بطريقه معينه. وسن البلوغ بقى ليهم نظام مختلف. بعد سن البلوغ، بعد السن ده بنبدا ان احنا نهتم بالتغذيه اكتر، لكن بنبدا نبقى ستريكت اكتر. يعني بنبدا ان احنا نحط بروجرام معين نمشي عليه، نبدا ان احنا نوجهه انه في حاجات نبعد عنها تماما. نبدا نعرف من خلال تحاليل بنعملها لهم ان احنا نقدر الولد ده يقدر ياكل حاجات معينه او لا، علشان مستقبلا نبقى عارفين ان هو هيبقى ماشي في طريق سليم، ان هو ما يأذيش نفسه من الاكل. وخاصه ان هو لو في السن بتاع البلوغ ده لو ما اهتمناش بالاجزاء دي او الحته بتاعه التحاليل بتاعته والنيوتريشن بتاعه، وان هو ما يبقاش ماشي على النظام بتاعه كويس، هنبدا ان احنا نلاحظ ان هينعكس على ادائه. انا عارفه كمان ان وقلت في كلامك ان بتديهم محاضرات. الولاد بتاخد محاضرات للتغذيه، يعرف هو بياكل ده ليه وما بياكلش ده ليه. بالزبط. هل مهم ان الطفل يكون مثقف كفايه بالنيوتريشن وهو بياكل ايه وما بياكلش ايه؟ مهم جدا طبعا ان هو يكون مثقف في النيوتريشن. عشان كده انا بحاول على قد ما اقدر في الليكتشر بتاعتي ان انا اوصل لكل الولاد اللي قاعدين من اصغرهم لاكبرهم ان هو لازم يكون فاهم التغذيه 100%. لان هو انا النهارده لو مش فاهم حاجه مش هقدر اطبقها. يعني هو الولد النهارده لو قاعد في مكان عايز ياكل اي حاجه والمنيو قدامه بتاع الاكل، هو ممكن يختار اي حاجه بشكل عشوائي. لكن صح. لو هو عارف ان هو لما ياكل الحاجه دي هتضره، هتخليه في الملعب مش قادر يلعب، هينعكس على ادائه، الكلام ده كله هينعكس على موده. لو فهم الكلام ده كويس جدا، ساعتها طبعا هيبقى الموضوع مختلف. هيقدر ان هو يحدد ياكل ايه، يعرف يحط اولويات لنفسه في الاكل، وعلاقته بالاكل تكون احسن. يعني بنربط له حلمه وهدفه باكل. بالظبط. لازم يكون الموضوع ده عنده حاجه في الاساسيات بتاعته. يعني حاجه مش حاجه اختياريه، لان هو ده اساس ان هو يكون رياضي كويس. صح. هو فعلا طبيعه الانسان عموما بشكل عام لما عقله بيفهم ويستوعب حاجه بيطبقها احسن. بالظبط. what mind believe body achieve. فهو لازم يوصل للحته بتاعت ان هو عنده يقين بان فعلا الاكل اللي انا باكله ممكن يوديني في حته كويسه جدا وممكن يوديني في حته وحشه جدا. يعني احنا دي ممكن تبقى رساله صغيره للامهات والابهات اللي بيسمعونا. بالزبط. ان مش بس نقول له ما تاكلش سكر، ما تشربش ده، ما تاكلش ده، لا هو لازم يفهم هو ما ياكلش ده ليه. بالظبط. عشان ده يساعده اكتر، هيبقى فاهم هو ده هيضره او مش هيضره. طيب احنا هنا بقى في ذا ميكر
نظام الاكل الولاد من اول لما بتصحى لحد ما بتنام بياكلوا كام وجبه وكام سناكس مع التمرين بتاعهم في النص؟ تمام. احنا طبعا احنا يعني عندنا سيستم معين للولاد كلها. اغلب الولاد بيبقوا ماشيين عليه الا في حالات معينه، لو حد عنده ايشو معين او حاجه ده بيبقى مستبعد عنه النظام. لكن في الطبيعي احنا عندنا الولاد كل الاعمار بيمشوا على سيستم واحد، ان احنا عندنا فطار، بعد كده سناك، بعد كده وجبه غدا، بعد كده سناك، بعد كده وجبه عشاء. فطبعا بنبقى على مدار اليوم الولد بياخد كل احتياجاته، سواء من البروتين، من كاربز، من فاتس، وكمان من الفيتامينز بتكون بياخدها على مدار اليوم. طبعا بتختلف من عمر لعمر حسب في الكميات، يعني الكميات للسن الصغير غير السن الكبير، علشان طبعا كل واحد بيكون حسب ما هو محتاج. طبعا في سن معين ممكن يعني الاوزان مختلفه، الاطوال مختلفه، لكن بنبقى بشكل تقريبي بنحاول ان احنا نكون مغطيين كل الموضوع ده، ان هو يكون بياخد كل الفوائد كل النيوترينتس اللي بالظبط في الوجبات دي، بس مظبوط. باختلاف الكميات بالظبط. ولما بيكون يوم في ماتشات غير يوم ما بيكون ده طبعا يوم الماتشات ده يوم مختلف تماما. يوم الماتشات ده لازم يكون بنجهز له، سواء في الاكل في السناكس، كل حاجه ممكن تختلف يعني حسب طبعا الماتش توقيته امتى والكلام ده كله. هيسافروا مش هيسافروا، الماتش هيبدا امتى، الكلام ده كله كل ده بيختلف. لازم طبعا لينا نظام في اكل الكربوهيدرات بشكل مختلف في الماتش، السناكس بتختلف، وجبه الغداء ووجبه العشاء. يعني لو عندنا مثلا فريق لو عندنا كل الفرق هتلعب ماتشات النهارده، فلازم كل فرقه ما ينفعش انهم يتغدوا في وقت واحد، على حسب التوقيت. كل توقيت طبعا كل ده بيكون متظبط، يعني من قبلها لازم نكون مظبطين كل ده، علشان طبعا نبقى ضامنين ان الولد يوم الماتش يبقى بكامل ادائه. بكامل ادائه، لان لو حصل اي لخبطه في النيوتريشن اليوم اللي قبل الماتش او يوم الماتش، اداؤه بينعكس جدا، ان هو يعني طبعا هيبقى اداؤه بينزل. طيب بنحط النظام الغذائي وبيمشوا عليه وكل حاجه، بس اكيد مش موجود كل يوم بتبص عليهم كلوا ايه وما كلوش ايه. مظبوط صح. فبيحصل بقى ان لو ولد لخبط او ما كلش اكله او كل حاجه، هل بتقدر تعرف؟ طب خليني اقول لحضرتك دلوقتي، هو الموضوع ده يعني مش سهل ان احنا نقدر نعرفه، بس طبعا يعني بحكم خبره ان الواحد مثلا اشتغلنا كتير في الموضوع ده، او ان احنا يعني والتيم اللي معانا بيبقى فاهم شويه في الحته دي. فالولد نفسه لما بينزل الملعب بعد مثلا اجازه، بعد حاجه، بعد اجازه طويله، بعد اجازه اسبوعيه، الكلام ده كله بنبدا نشوف في ادائه ان هو اداؤه ابتدى يختلف. يعني بنبدا نشوف ان الولد مثلا في الجري نفسه الاستامينا بتاعته ضعفت. نبدا نلاقي ان هو الريكفري بتاعه مش كويس، هو كان بيشتكي ان في عضلات في جسمه شاده، هي ما زالت شاده ومفيش انجري او مفيش اصابه، فبالتالي ده اكيد من النيوتريشن. ابدا اجيب يعني من هنا ان هو يعني ابدا اساله هل انت مثلا حكيت في الاكل في الاجازه، الكلام ده كله وبقدر ان انا استجوبه بقى زي ما بيقولوا. حصلت بالفعل، بيحصل طبعا طبيعي. حصلت مره كان ولد بدون ذكر اسماء يعني، وكان المستوى بينزل واحنا كنا بدانا ننفستيجيت ليه. ده حقيقي، فكان سبب الاكل والنوم طبعا. عشان كده برضو عايزه ايه التبس اللي تقولها لكل رياضي بيلعب كوره وولد في السن ده؟ ايه الاكل اللي ياكله، ايه الوجبات اللي ياكلها المهمه، وايه الحاجات اللي يبعد عنها؟ تمام. احنا دلوقتي لو هنتكلم على اي رياضي، لازم اول حاجه يبقى مهتم بنومه، ده رقم واحد. النوم ده من العوامل الاساسيه اللي هتخليه كمان يقدر يتحكم في الابيتايت بتاعته. والنوم امتى بالظبط. النوم بدري، والساعات بتاعت بالليل دي مهمه جدا ان احنا ننام فيها. في ناس تقول لي انا بنام 8 ساعات، بس هو بينام ال8 ساعات دول ممكن الصبح، فده يعني دول زيرو بنفيتس، ما لهمش اي فايده، لان هرمون النمو بالظبط، هرمون النمو وهرمون الذكوره عند الولاد بيحصل لهم الريليز ده في الوقت بتاع الليل البدري. يعني النوم بدري، اللي هو انا هنام مثلا 10 مش هقول 9 وان هو عشان الناس تقولش انتوا يعني احنا مش قوي كده، بس 10 11 كويس عشان انام، اخد مثلا من الساعه 11 للساعه 2 نوم كويس. هو الوقت ده اللي جسمي يقدر يفرز فيه الهرمونات بشكل سليم. يبقى النوم دي اول ده رقم واحد. رقم 2 ان انا لازم اهتم ان انا ابقى بدخل كل النيوترينز لجسمي، يعني لازم اهتم بالدهون الصحيه، اهتم بالبروتينز، اهتم بالكربوهيدرات اللي جايه من مصادر صحيه. يعني في ناس بتخاف من الدهون جدا، تقول الدهون هتخني، الكلام ده كله لا، في دهون بتفرق عن دهون. يعني الدهون الصحيه اللي هي زي الحاجات اللي في زيت الزيتون، زيت الافوكادو
المكسرات، الكولاجين اللي في اللحوم، اللي هو الدهون اللي في اللحوم. يعني تلاقي الاطفال مثلا يقول لك انا الولد تقول لك ابني مثلا مش بياكل اللحمه اللي فيها دهون، مع ان الدهون اللي في اللحمه دي مفيده جدا. بجد مفيده جدا طبعا. انا باكلهاش. ما هي بس دي مفيده جدا، دي مفيده جدا علشان كمان يعني، وخاصه في السن بتاع البلوغ للولاد، لما بيبدا ان المفاصل عنده ما بقتش لينه زي الاول، بنبدا الليونه في المفاصل والجلوكوزامين بيبدا يقل في المفاصل. فمهم جدا ان احنا ناكل اللحوم فيها كولاجين. الكولاجين هيزود لنا فرصه ان الجلوكوزامين والمواد الطبيعيه اللي تعمل لنا انسيابيه في المفاصل عندنا بتبقى احسن، يعني فرصه اعلى ان احنا نبقى بنعمل كده. والاستشفاء نفسه، الريكفري والكلام ده كله، الريكفري ده اللي هو بيكون بعد التمرين. ده بعد التمرين. بس لازم احنا نربط دايما الريكفري بتاعنا بالنيوتريشن، لان النيوتريشن هو يعني المين سورس اوف ريكفري. هما بيكملوا بعض بالظبط. يعني النوم والاكل بالظبط، هو هرم غذائي. الاول حاجه نوم، بعد كده تغذيه، بعد كده تمرين، اخر حاجه التمرين. فاحنا لو ما ظبطناش الاثنين اللي قبليهم دول، احنا اصلا اوريدي مش هننجح في التمرين. والميه مهمه جدا، دي اهم حاجه. يعني اكتر من 78 في جسمنا ميه، فلازم ان احنا نشرب ميه بشكل كويس وعلى مدار اليوم. حتى احنا كمان الميه عندنا هنا في للولاد في الايام مثلا بتكون حر جدا، ايام فيها ماتشات، ايام فيها ضغوطات جامده، لازم ان احنا مثلا بنزود على الميه الملح، السي سولت، علشان نزود الالكترولايتس للولاد. ملح البحر ده مهم جدا عشان الالكترولايتس اللي الولاد بيفقدوها. يعني العرق اللي بيخرج من اجسامهم ده بيبقى كله اللي هي الالكترولايتس. الالكترولايتس دي مهمه جدا، فاحنا بنعوضها ان احنا مثلا ولاد دايما كمان في التمرينات بتاعتهم بينزلوا معاهم ميه فيها سي سولت، اللي هو ملح البحر، دي بالذات في ايام الحر. فهو اي رياضي لازم ان هو يكون بيدخل كل عناصر التغذيه اللي احنا اتكلمنا فيها، اللحوم، الاسماك، الخضروات، الكلام ده كله لازم يبقى بياكل وهو فاهم بياكل ازاي. فبالتالي انا هنا لما بديهم ليكتشر معينه، فهو لما بيقعد قدام الطبق اللي بينزل له، هو ابتدى يبقى فاهم. هو بيقول لي ده بروتين، ده فايبرز، دي كاربز، دي فاتس، ابتدى يبقى فاهم. حتى لو هو راح اي مكان تاني، سافر بره وقعد في مكان ولقى انه ما بيتقدملوش العناصر الغذائيه الكامله، هيبقى فاهم ان هو مش بياخد الحاجه الكويسه او مش بياخد حاجه كامله. لا وكمان بقوا عارفين ان هم قبل الماتش لازم ياكلوا ده، بعد الماتش لازم ياكلوا ده. حتى لما بينزلوا اجازه في حاجات هم من نفسهم بيبعدوا عنها. شايف التطور بتاع الولاد وصل لحد فين؟ لا بصراحه يعني احنا هنا في ذا ميكر، يعني مش عشان انا جزء من مكان بس، لا بجد الموضوع مختلف تماما. يعني النهارده لما ببقى قاعد في ليكتشر عندي وبدي الولاد ليكتشر، والاقي الولد بيجي يقول لي انا والله انا عايز اجاوب، انا بتبسط، بلاقي ان لا الولاد فعلا فاهمين، الولاد فعلا بقوا عارفين. ممكن حتى ولد يعني ينكشني يغلطني في حاجه، يقول لي لا انت قلت المره اللي فاتت كذا ما قلتش كذا. لا فدي حاجه كويسه جدا. ولو احنا احنا عندنا في مصر هنا مشكله كبيره جدا، مش في النوادي بس، على يعني على كل الناس، لان الناس مش فاهمه في التغذيه تماما. حتى علاقاتنا بالاكل سيئه يعني وواحد يعمل دايت مثلا اسبوع، يجي يبوظ يوم، يعني تلاقيه متضايق جدا. كنت عايز اسالك بقى في الموضوع ده، ان حد ممكن يبقى ماشي، وحتى كمان للولاد يعني يبقى ماشي على نظام غذائي كويس جدا، ويجي مثلا يلخبط وجبه، يلخبط يوم، جلد ذات مرعب، وانا كده بوظت، وانا كده عايزه اعرف. مش هسالك في موضوع اليوم الفري وكده، بس لو انا بوظت وجبه، بوظت يوم، هل ده انا كده بوظت كل حاجه؟ لا طبعا. الهرم اتهد؟ لا طبعا، لا طبعا. هو مش طبيعي ان انا عشان يوم بوظت فيه فانا بوظت نتائج اسبوع او نتائج شهر او نتائج ايا يكن اللي عملته. بالعكس، احنا بيبقى يعني حلو جدا ان احنا نخلي لينا يوم في الاسبوع ان احنا ناكل فيه اللي احنا عايزينه، لان انا لو ما عملتش كده هبقى يعني بعاقب عقلي او بعاقب الغريزه بتاعت الاكل او الحب للاكل ده، انا بعاقبه وده مش صح. لازم ابقى بعرف ان انا يعني اهندله زي ما بنقول، علشان لما انا النهارده مثلا انا عارف بالعكس انا المفروض اخده از موتيف. يعني مثلا انا اكلت النهارده اكل مش كويس، خلاص لا يبقى افكر ان انا اكلت النهارده اكل مش كويس، فانا بالعكس ده انا هدوس على نفسي في الجيم بكره، هدوس على نفسي في التمرين، احرق مور كالوريز والكلام ده كله. بالعكس انا انا ممكن اعتبر اليوم ده ريفيد لمخي، يعني ريفيد لمخي، يعني اللي هو انا هرجع تاني افوق شويه. انا الدايت برضو طبيعي ان الدايت لما مع الكالوري ديفيسيت مع الكلام ده كله ان انا دماغي تبدا تفصل، جسمي بدا يفصل. لا هي ممكن اخدها از موتيف، انا بشوف كده. يعني انت ربطت كل حاجه كمان بالنفسيه. بالظبط. يعني حضرتك طبعا يعني لان في ناس بتوصل لمرحله هم بيخسوش خالص،
وبتبقى حارمه نفسها من جميع انواع الاكل، ما ده بس غلط هي ما جدا. بتخسش. ده غلط يعني جدا. هو الموضوع موضوع ان انا زي ما انت قلت، عجبتني كلمه قوي، بعاقب عقلي. بالظبط. فانا مش بعاقب عقلي عشان نفسه في حاجه، لا انا ممكن اديها له بس اعوضها في حاجه تانية. بالظبط. اتمرن تمرينه زياده، بالظبط. التزم في اكلي اكتر الاسبوع اللي بعده وهكذا. بالظبط. هل في علاقه بين الاكل والاصابات؟ طبعا طبعا. هو انا النهارده لما بكون مثلا شخص باكل سكريات كتير جدا، باكل فاتس غير صحيه اللي هي السيد اويلز والحاجات الفرايد والكلام ده، جسمي اولا كله التهابات، لان الفرايد الحاجات الفرايد عامه او الزيوت السيد اويلز اللي هي الزيوت النباتيه والزيوت اللي جايه من البذور دي والمقالي والسكريات والسكر والكلام ده كله بيزود الانفلاميشن في جسمي جدا، الالتهابات. فبالتالي انا النهارده مثلا انا وقعت في الملعب، رجلي الانكل بتاعي اتلوى مثلا، حصل فيه انفلاميشن في ساعتها. طب انا دلوقتي لو انا خلصت وتعبان جدا يا جماعه والله، ورحت للدكتور لف لي رجلي وقعدت بقى باكل مثلا فرايد تشيكن، فالانفلاميشن بيزيد. انا مش بقول كلامي مش قرآن اللي هو من مره واحده، لا مش اكيد مش من مره واحده، بس على المدى البعيد، او ان انا لو جسمي اوريدي بيخش له الحاجات دي يومي بشكل يومي، او على طول هو ده النظام الغذائي بتاعي، ان انا باكل اكل مش صحي، فبالتالي الانفلاميشن هيزيد جدا. فلما الانفلاميشن يزيد جدا الاصابه هتزيد، ومش هخف. بلس كمان ان انا باكل اكل سيء، فمودي وحش جدا، لان الاكل نفسه هو جسمي رافض الاكل ده، يعني جسمي اصلا هو رافض الاكل ده. كل دي تريجر فودز يعني حاجات انا، ما هو مش طبيعي ان انا لما امسك حاجه افضل اكل فيها ما اوقفش. فهو ده التريجر في الموضوع. انما لو باكل وجبه صحيه هاكل وخلاص، انا مش قادر اكل تاني، انا شبعت. بس انما لو باكل مثلا شيبسي هفضل اكل مش قادر اوقف نون ستوب، عشان تريجر فود. بالظبط. وبعد ما بخلص عقلي هو متضايق لان معدتي مش مرتاحه، فبتدي اشاره لمخي على طول ان اللي انت عملته ده غلط، فبالتالي بيجي بقى كل المشاكل اللي بتيجي دي. تريجر فود يعني اللي هو المقليات، الاكل فيه مواد حافظه مثلا، البروسيسد فودز كلها. اي اكل فيه مواد حافظه فهو سيء جدا. السكر طبعا حاجه، يعني ده اسوأ حاجه ممكن الواحد يفضل مستمر عليها في حياته. السكر يعني الابيض ولا السكر يعني السكر الابيض هو السكر البني، عشان في ناس كتير جدا بتسال نفس السؤال ده. السكر الابيض هو السكر البني. السكر الابيض ده كارثه من الكوارث. يعني احنا دلوقتي انا عندي جسمي الانسولين ده بيتحكم في حاجات كتير جدا، بيتحكم في الشهيه، وبيتحكم في حرق جسمي، بيتحكم في بناء العضلات بتاعي، بيتحكم في الاورجنز بتاعتي انها بتشتغل ازاي. فالسكر ده بيعلي الانسولين جدا، فالانسولين كل ما بيفضل يعلى كل ما بحس ان انا جعان جدا. وانا لو شخص كمان العادات بتاعه الاكل بتاعتي وحشه، هفضل اكل اي حاجه قدامي طول ما انا بجوع، هفضل اكل. الثلاجه قدامي مفتوحه، اكل اي حاجه. انا حتى مثلا لما بنبدا ان احنا نوعي الاولاد او نوعي الناس لموضوع النيوتريشن ده، ابدا اقول له لو انت حتى بتاكل كتير نبدا نبدل الاوبشنز، نخلي في اوبشنز صحيه عندنا في البيت. يعني مفيش مشكله، بس حاول ان انت تبدا بالاكل الصحي، يعني خلي عندك اوبشنز صحيه، تبدا تاكل حاجات صحيه. فلما تبدا تاكل حاجات صحيه مع الوقت جسمك لما يبتدي اصلا يتظبط هو لوحده، هتلاقي نفسك انت خلاص الابيتايت بتاعتك او الشهيه بتاعتك اتظبطت. فالسكر ده كارثه. والسكر ده طبعا يعني الناس بتبقى فاكره ان السكر هو في معلقه الشاي اللي بيحطها على السكر، المعلقه بتاعت السكر اللي بيحطها على الشاي، او السكر اللي هو الباودر ده. ما هو السكر ده موجود في كل حاجه. العصاير عندنا فيها سكر، كل العصاير، اللبان فيه سكر، السويتس دي كلها، الديزرتس، كل ده سكر. احنا ممكن ناخد سكر، بس ناخد، وعلى فكره هو يعتبر هو لكن بشكل مختلف. انا لما باكل حته مثلا فاكهه، لما باكل مثلا تفاحيه، هي فيها سكر على فكره، بس مع السكر ده معاه فايبرز ومعاه فيتامينز، معاه حاجات كتير جدا تخلي جسمي يمتصه يعني بصوره سليمه. انا لما باكل حاجه مسكره صغيره كده خلاص جسمي على طول بيشتغل، بحس ان انا عايز اكل تاني. بتجوع بالظبط، بتجوع صح، عشان الانسولين بيزيد. انما لو اكلت تفاحيه انا بحس ان انا اكلت حاجه مسكره، بس ما بحسش ان انا بعدها جعان عادي. بيحصل كده كمان مكرونه. المكرونه عشان فيها جلوتين، وعلشان الكربوهيدرات اللي فيها من يعني نسبه دلوقتي انا لو كاتب لولد كل 100 جرام نشويات، بيجي ياكل 100 جرام نشويات بيقول لي انا هاكلهم 100 جرام مكرونه. 100 جرام مكرونه فيهم مثلا 40 جرام كربوهيدرات، ال 100 جرام رز فيه 20 جرام كربوهيدرات. ففي فرق مرعب.
في الكميات. فعشان كده انا دايما بقول مثلا يجي يقول لي طب انت اشمعنى كاتب لي دي مش دي، اشمعنى كاتب لي الباستا مش قد الرايس مثلا. لا ما هو في فروق. فهو بقى دي الفرق في التوعيه، لما هو يفهم هو قاعد. لو جيت قلت، لو جه مثلا واحد صاحبه مثلا بياكل 100 جرام مكرونه وهو بياكل 100 جرام رز وصاحبه بيتخن وهو ما بيتخنش، هيبدا يفهم، هيبدا يقدر يفهم صاحبه، يقول له والله لا انت لو بتاكل رز مثلا عشان نسبه الكاربز لو انت قللت الكميه للنص هتخس. حاجات كتير يعني كلها ريليتد ببعض. طيب بما انك قلت سبلمنت في النص، ايه هي السبلمنت؟ السبلمنت هي من اسمها، هي اسمها مكملات غذائيه. بمعنى ان هي بتكمل الغذاء بتاعي يعني مش اسينشال، يعني هي مش اسينشال يعني مش اساسيه في حياتي، يعني مش حاجه ان انا لازم دلوقتي بدات تمرين وبدات هيلثي لايف ستايل والكلام ده كله ان انا اجيب سبلمنتس، ده مش مهم جدا خالص تماما. انا دلوقتي لما مثلا ليه لما قلنا ان احنا بنعمل تحاليل للولاد، لما بنعمل تحاليل للولاد بنبدا نفهم من خلال التحاليل دي هو جيناتيكلي اصلا عنده العنصر ده ناقص، الفيتامين ده ناقص، الحاجه دي ناقصه، فبنبتدي ان احنا ممكن نعوضها من بره. في حاله ان احنا ما قدرناش ان احنا نعوضها من الاكل، لو قدرنا ان احنا نعوضها من الاكل وجسمه استجاب ما بناخدش سبلمنت. جسمه ما استجابش معانا بنديله سبلمنت. لكن هو مش حاجه يعني مش حاجه اساسيه في الحياه، هو عادي، هو بتكمل الغذاء بتاعنا مش اكتر ولا اقل. احنا ممكن نستخدم الفيتامينز بس بعد ما نعمل تحاليل ونفهم احنا جسمنا محتاج ايه بالظبط. لاننا ممكن ناخد فيتامين، هو فيتامين زي فيتامين بي ده لو خدته بكميه كبيره هيقلب زي كاني ما باخدوش. ايوه صح. وكل فيتامين بقى ليه العواقب بتاعته لو انا خدته بطريقه غلط او لو خدته انا مش محتاج. صح. نيجي بقى للولاد هنا، انت بينك وبينهم ريليشن شيب غريبه جدا، انتوا بينكم لاف هيت ريليشن شيب. كابتن اياد اللي بيمنع مننا الاكل وكابتن اياد اللي بيعذبنا في الملعب، بس بيحبوك جدا جدا. عملت المعادله دي ازاي؟ والله هو الفكره ان انا بعامل الولاد يعني بعاملهم زي ما انا بحب اتعامل. يعني انا مثلا لما اجي اتمرن، لو انا مش عايز اتمرن او انا مثلا بهرج في التمرين هبقى محتاج اللي يشد عليا يقول لي لا اتمرن، اعمل، سوي الكلام ده كله. طب في الاكل انا عشان اوصل ان انا اقدر اعمل دايت او الكلام ده كله لازم يعني اعذب نفسي، ولو والسيركل اللي حواليا لو ما بتساعدنيش على الاكل الصحي مش هعرف التزم. فلازم انا النهارده مثلا بيبقى فيه جزء انا عارف ان انا لو كلت غلط انا لا ممكن لما تعرف ان انا باكل غلط، انا مش عايز الموضوع يبقى متشاف او الناس تبقى فاهمه ان انا بعاقبه لما بياكل غلط، لا انا عايز هو يبقى بيشوف نفسه. ايوه صح. يعني ما يبقاش مبسوط من نفسه لما بياكل غلط بس. ايوه فهو يعني بعاملهم زي ما انا عايز انه حد يعاملني بالظبط. مش علشان مثلا اللي هو انا بقول بعبع عندهم. لا اصل انا بضعف. أيوة. انا اوقات بضعف. أيوة. واجري اقول لك اياد لو سمحت يعني طب غير أيوة. الوجبه دي. أيوة. برضه ما بتسمعي بس ما هو في حاجات اساسيه هم لما يعني يتعودوا عليها او قدام ان شاء الله كمان لما يشوفوا البنفيتس بتاعت الحاجات اللي اتعملت لهم دلوقتي دي هم لوحدهم هيشكرونا. يعني هم دي حاجه حلوه جدا. هم بجد يعني وصلوا لمرحله دلوقتي ان الاكل زي البورشن اللي بتتحط هم بياكلوه خلاص، ما بقوش بيتناقشوا، ما بقوش بيتكلموا. أيوة. وعارفين ان هو ده الاكل الصح. أيوة. ومبسوطين بيه جدا. أيوة. والميه اللي بالملح قبل التمرين وكل حاجه يعني. وعارفين اوقات السناك امتى ويروحوا يجيبوا السناك. ولو أيوة. في حاجه مختلفه في السناك يسالوا طب هو مش ده. وبقيت تلاقي كذا لعيب برضو بدون ذكر اسماء يقول لي هو ده مش هيعلي انسولين، ده مش هيعمل كذا، ده هيعمل كذا. أيوة. فكل ده والله حاجات كويسه. أيوة. وبجد هم يعني الولاد دول لما يوصلوا لسن معين يعني هيقدروا قيمه اللي هم خدوه دلوقتي لو بيتعمل لهم دلوقتي بجد. لا الحمد لله هم يعني انا دايما ببص عليهم، هم وصلوا لحاجات كتيره قوي حلوه وتعلموا حاجات، بل بالعكس انا بشوفهم كمان ساعات هم الكبار بيعلموا الصغيرين. ايوه بالظبط. والصغيرين اللي عندهم انفورميشن احسن من اي حد. ما شاء الله بجد. وكمان الولاد كلها يعني لو بصينا مثلا على اللي معاهم كراسات كلهم فيها لا يعني ممكن اي حد عايز يتعلم هيتعلم من كراساتهم بجد يعني. فالحمد لله لا هم المايند سيت في الحته دي بالذات الحمد لله اتغيرت جدا، مع طبعا انه يعني ابتدوا يفهموا انه يعني في الاول كانوا بيعترضوا كتير جدا على الاكل الكلام ده كله، دلوقتي الحمد لله خلاص بقوا فاهمين وبقوا بيشبعوا كمان بزياده. يعني اي حد عامل دايت في الدنيا بيفضل جعان، ده طبيعي يعني. لغايه ما يوصل لحته اللي هو خلاص بقى فاهم
انه دماغه ابتدت خلاص تترجم ان لا انا فعلا باكل صح فانا هشبع، وهم ابتدوا الحمد لله اغلبهم يوصلوا لكده. طبعا احنا بيجي لنا اولاد جديده كل شويه وما شاء الله كمان علشان الولاد يعني القدام او اللي موجودين على طول متعلمين كويس جدا في الحته دي، فبتلاقي الولد اللي بيجي ده بيتعلم بسرعه جدا. صح، الولد فعلا بتلاقيه انعكس عليه الموضوع بسرعه جدا. هسألك أسئلة سريعة كده على حاجات بنسمعها في السوشيال ميديا يعني، وقولي رأيك. يعني الملح لا. تمام. الملح اللي هو الملح البحر اللي هو السي سولت او الهيمالاين سولت اللي هو ملح الهيمالايا، الاثنين دول ممتازين ونقدر ان احنا نستخدمهم كل يوم على كل اكلنا. الملح اللي هو ملح الطعام ده بيكون سيء جدا. ليه؟ لانه بيعلي الصوديوم في جسمنا جدا. الصوديوم اللي فيه عالي جدا فبيسبب احتباس سوائل في جسمنا. يعني ملح البحر بالظبط، وبيعلي الضغط لانه بيعمل احتباس سوائل. فلو نستخدم ملح البحر او ملح الهيمالايا بس. لكن برضو اي حاجه باعتدال، يعني ما تجيش مثلا عشان ملح بحر او ملح هيمالايا والناس عايزه حاجه ملح يغرق الدنيا ملح، لا يعني برضو يعني مش لازم بالجرام بس يبقى باعتدال بس. وجبه الفطار مهمه جدا، من اهم الوجبات في اليوم. من اهم الوجبات في اليوم دي الوجبه اللي ناس كتير جدا بتهملها، وانا بشوف ان هي لازم تبقى موجوده، لان هي لو مش موجوده انا مش هعرف ان انا يعني ادخل يومي وانا يعني بكامل القوه بتاعتي. المقليات بجميع انواعها لا؟ بجميع انواعها ممنوعه. والسكر بجميع انواعه ممنوع. طيب لو طلبت منك نصيحه او توجه رساله لاي ولد بيسمعنا عايز يبقى رياضي صحي كويس، اول حاجه اقول له ان هو لازم يبقى فاهم انه الحاجه اللي احنا بناكلها هي شكلنا. يعني انا لو انت بتاكل كل يوم باستا كل يوم بالظبط، لو بتاكل كل يوم باستا 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 واكل كوربز كتير بصوصز، مش قصدي حاجه، بس في الاخر هتوصل ان انت شكلك بقى مش هتبقى صحتك كويسه بالظبط، ما فيش فوائد، شكلك هيبقى وحش جدا. هتبدا ان انت تعاني لما تكبر في حاجات كتير في حياتك، في صحتك، في علاقاتك، في تحركاتك على مدار اليوم، مش قادر تلعب رياضه. مش لازم نوصل ان احنا نفضل يعني والموضوع سهل وبسيط. انا لما بيقابلني حد اوفر ويت او حاجه بقول له انت بنيت الويت ده في قد ايه، ولو هنخسره في قد ايه. صح. فكل ده بسيط وسهل. صح. فهي الفكره كلها، نصيحتي الاولانيه ان هو لازم يهتم باكله وباقل الامكانيات بجد. أيوة. باقل الامكانيات، يعني على قد ما يقدر باقل الامكانيات يهتم باكله. مش لازم اكل يعني يبقى غالي جدا او الكلام ده كله، لا عادي جدا نهتم باقل الامكانيات اللي في ايدي دلوقتي اعمله واتعب على صحتي، هلاقي قدام طبعا احسن حاجه لصحتي. اهتم بالغذاء بتاعي، اهتم بالنوم بتاعي، اهتم بتمريني وبس. هيوصل لاقوى مرحله في حياته، هيفضل على طول اون توب. مفيش حد اون توب على طول، بس هيفضل على طول صحته كويسه، وده اهم حاجه بالنسبه له. دي اهم حاجه بالظبط. كابتن اياد، بنشكرك جدا وبشكرك على المعلومات الهائله وبشكرك على مجهودك معانا ويا رب دايما بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا كابتن اياد.